ما ندافع عن أخطاء الألباني، أنت أخطاء رديت عليه في البيعة، ورجع والله بسببي جمعت نصوصا في البيعة من كلام العلماء، ومن ضمن الكلام أن الأمة افترقت من عهد بني أمية، منذ سقط دولة الأمية بدأت الأمة صدعت، دولة في الأندلس ودولة في المشرق، وبعد أيام قليلة صدعت الدولة مرة أخرى إلى 5 دول. وما كان العلماء يقولون للخليفة ما نقبل بيعتك إلا إذا جمعت الأمة، ما يقولون هذا الكلام، أقروا هذه البيعات. وجئنا بكلام ابن تيمية وكلام الإمام محمد الوهاب، وجئنا بكلام الشوكاني والصنعاني وغيرهم، صديق حسن خان، وأرسلناه للألباني بارك الله فيه، وقرأوا عليه أو قرأوا عليه تلاميذه بارك الله فيه، وأعلن تراجعه والقول بجواز تعدد البيعات. منه اللي شرع يبين هذه الأشياء؟ والله نحن أهل المدينة بارك الله، والألباني وابن باز وغيرهم. عمر كان يرجع لمن هو أصغر منه، والألباني يرجع لمن هو أصغر منه، التلاميذ يقول والله نبهني طالب عن القضية الفلانية، وابن باز يرجع لمن هو أصغر منه بارك الله فيكم. والرسول كان يرجع لبعض الصحابة عليه الصلاة والسلام، كما في قضية صلاة المنافقين، وكما في قضية بارك الله فيكم الأسرى، رجع لأقوال عمر رضي الله عنه، والقرآن ينزل يؤيد عمر في هذه القضايا. فالعالم الكبير قد يخطئ وقد يغفل وقد يفوت العلم، يفوت علم شيء يعلم الصغير وما يعلم الكبير بارك الله فيكم. فأشياء نبه الألباني عليها ورجع عنها، منها قضية البيعة، منها قضية بارك الله فيكم من يسب دين أو يسب الله، يعني هو يعتقد أن يسب الله أن يسب الله كفر ويسب الدين كفر، لكن تنزيل الحكم على المعين كان إذا كان جاهلا لا يكفره، يكون يأدب. قلنا لا، هذه المسألة ما فيها جهل، الله ما يجهل، الإسلام ما يجهل، اليهود يعرفون الإسلام، والنصارى المجوس يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله عز وجل، ما يعذر بجهل أبدا، كافر. ردينا عليه وناقشنا، يطلعني عبد اللطيف من هذا الشريط متحزب الألباني، وأنا أرد عليه وقلت خدم السنة أخطأ، هذا الخطأ نرد عليه وما نقبله ولا تقلدوا فيه، وأحذرهم 11 مرة من تقليد الألباني وغيره. ويطلعني من هذا الشريط متعصب ومتحزب الألباني، ويطلع الألباني من ذاك الشريط عدو لدود عبد الوهاب. والهدف والله أهل المدينة، والهدف الأول الأساسي ضرب أهل السنة بعضهم ببعض.